ما بين جبال رضوى الشاهقة وأوديتها المتعرجة مررنا مع الطريق الذي يمتد من محافظة ينبع البحر إلى مدينة العيس. وبينما كنا نتأمل تلك الجبال وهي تعانق السحاب في لوحة جمالية من صنع الرحمن، كان نشمي وحمدان محور حديث كثير من أهل العشيش. وارتبطت سيرة الشابين اللذين لم يتجاوز عمرهما 18 عاما بقصص بطولية على لسان سكان القرية، حيث كانوا يعانون من هجوم الذئاب المتوحشة على أغنامهم والتهامها في المتوسط 5 أغنام كل ليلة. ويكمل الشاب نشمي سلمان المشعلي القصة قائلا: عانينا من الهجوم الليلي من الذئب الذي يترك في كل يوم حلالنا مذبوحا، فقررت الانتقام ليس لأغنامي فقط بل لأغنام جميع أهل القرية. ويضيف: قمت بشراء فخ خاص بالذئاب بمبلغ 500 ريال ونصبته بجوار حظيرة الأغنام وانتظرته، لكن يبدو أن الذئب المعروف بمكره أحس أننا نتربص به فلم ينزل من الجبل إلى الوادي. وبعد أكثر من شهر نزل من الجبل إلى مزاولة عادته القديمة ليقع في الفخ. وعندما أتيت في الصباح وجدته يقاوم بعنف شديد، حيث كان يريد الفرار من المصيدة، فقررت التخلص منه وشرعت أضربه بالعصا حتى فقد الحياة. وأشار إلى أنه بعد القضاء على الذئاب ذهب لابن عمه حمدان واخبره برغبته في جعل الذئب عبرة لغيره من الذئاب التي تفترس الغنم. قمنا بتعليقه على منطقة عالية بالجبل حتى تراها الذئاب ليلا وتتعظ منه. ويقول ابن عمه حمدان سويلم المشعلي: الجميع في القرية الآن يثني على نشمي بعد قضائه على الذئب الشارد. كان معكم من جريدة المدينة إياد حماد. مربي حلال هنا اتعب اخرتها هو ياكله وبعدين صار اني بس قصيت من الذئب. الحمد لله. طيب كم اكل من الذئب من الحلال حق؟ والله واجد. بس انا ما وين بعد فتره تكثر الذئابه هنا في المنطقه؟ والله تكثر يعني بالفتره باسبوع كم يعني ذيب ولا بالاسبوعين ولا؟ والله واجد. تنزل من الجبال هذه؟ وتنزل بالليل هنا والله مليان هذا المسجد مره مليان. طيب وانت ليش علقته يعني؟ بس ابي منظر للناس. أيوه. نشوف الناس ومفخره مره. اي. طيب واذا جاء الذئب يعني يكون هو عبره للذئاب الثانيه ولا ما يكون؟ ما الذئب على اسمه ذئب يعني انا اسمع يقولون يجيبون فخ الذئب قمت ادور ابحث لقيت عند جارا سليمان. ايوه. جبت واحد وصبت له. ايوه. وطاح في مره اولى. أيوه. يوم جيت لقيته ما هو فيه مفتكن مكسر الفخ. ايوه. سلمت عليه فلوس حتى يسوونه، بعدين نصبت الثاني الحين مره ثانيه لقيته طايح لكن ما عاد الا يفتك. لكن انا خلاص لحقته قبل لا يشرب. ايوه. لقيته طبعا حي لا حي يقاوم يبغى يشرب. حي يعني بأشر. ايوه. اخذت عصر قمت اضرب في لمنه واقتصيت من الضرب العصر لين ودع الحياه.